السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحلام. جربت اليوم طريقة البريوش هذا. شفت اليوتيوب كلهم طاغية السلطان طاغية السلطان، يعني نازل ترند، فحبيت إني أجرب الطريقة. طبعا سويتها مع بعض الاختلافات بما تناسب المطبخ. أول حاجة بيكون في معايا كوب من الماء الدافئ وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ملعقتين من السكر. طبعا أنا قللت كمية السكر وأضفت شوية من الملح عشان الطعم، وبسوي ملعقة إلا ربع من الخميرة، أو ممكن تسووا ملعقتين صغيرة. هنا بيكون في معايا بيضة، بستخدم البياض والصفار بخليه لدهن الوجه. وبيكون في معايا نص كوب من الزيت، أنا استخدمت كل الكمية زيت، ما استخدمت الزبدة، فهنا بأضيفه وأخليه شوية. بخلط الجميع مع بعض، وبضيف كمان ملعقة من الخل وثلاث أكواب دقيق. في البداية بضيف 3 أكواب دقيق، وبعدين بزيد، يعني الدقيق على حسب نوع الدقيق. أنا حسيت الدقيق اللي عندي هذه المرة يعني يشرب سوائل كثير، فاحتجت إني أضيف كمان دقيق. يعني تقريبا أضفت كمان نص كوب من الدقيق. بضل أعجن زي ما شايفين لين ما تتماسك العجينة. بصب باقي الزيت شوية بس كده، بعجن لسه الزيت موجود، فبقسم العجينة إلى قسمين. بكمل أعجن القسم الأول لين ما تنعم العجينة تماما. خلاص بحطها في وعاء نظيف وبغطيها بمشمع وأخليها على جنب. النص الثاني من العجين بضيف له ملعقة ونص أو تقريبا ملعقتين إلا شوية من الكاكاو. بنخل الكاكاو على العجينة وبعجن. خلاص بغطي على العجينة وبحطهم بمكان دافي، يعني بأدفى مكان في المطبخ. بعد كده أنا سويت جناش، أنا ما كانش في عندي شوكولا سائلة، فهنا معي شوكولا خام. قطعت كوب وبحطها في وعاء، بضيف عليها ربع كوب من الحليب السائل، وبطلع القدر على النار لين ما تسخن شوية الشوكولا ويسخن الحليب. على طول بطفي وبضل أقلب 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 لين ما تذوب تماما. هنا في معايا شوية من الجوز، فبفرمه فرم ناعم. وهذه العجينة بعد ساعة بعد ما خمرت ببدأ الآن أفرد كل جزء من العجين، وبفرد بالشكل اللي شايفينه. والآن بفرد آه العجينة الثانية اللي بالشوكولا أو بالكاكاو. زي ما شايفين بحط العجينة البيضاء على العجينة البنية أو العكس، بساويها. خلاص الآن بصب من الجناش اللي سويته، طبعا ما استخدمت الكمية كلها، ورشة من الجوز. وهنا كنت بقطع تقريبا ثلث العجينة، يعني بالتقطيع هذا اللي انتم شايفينه، وبلف العجينة. هنا كنت لفيت قبل ما أبرم الأطراف، فرجعت أبرمها زي ما شايفين، وخلاص كده صارت جاهزة. ما كانش في عندي صينية مقاس 20 أو 22 معدن، فاستخدمت هذه صينية
التشيز كيك فرشتها بورق زبدة وحطيت العجينة. هنا صفار البيضة حطيت له ملعقة من الحليب السائل وشوية من البن، خفقته كويس. لما اختمرت الفطيرة يعني بعد ساعة تقريبا، لما تضاعف حجمها، دهنتها ودخلتها الفرن. طبعا الفرن خليتها لين ما بدأت تحمر من الأطراف، طفيت تحت وشغلت فوق، وهذا شكلها لما طلعتها من الفرن. وطبعا ما قدرت أصبر لين ما تبرد تماما. الآن بقلبها زي ما شايفين، تشوفوا كيف لونها من تحت. الرائحة كانت جدا زاكية. والآن وقت التقطيع، كلنا كنا جنب الفطيرة نستنى نطعم كيف طعمها. وهنا بقطعها وهي لسه ساخنة. شخصيا أنا حبيتها وهي كده ساخنة والشوكولا لسه سايح داخلها، لأنه بعدين لما تبرد بتجمد الشوكولا شوية. بتمنى يكون عجبكم تطبيقي الوصفة مع تغيير بعض المكونات. بستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.